عمرك أخدت بالك إن في مشهد بيتكرر قبل أي كارثة كبيرة؟ إن تكون السما غامقة وفيه هدوء غريب، وفجأة تلاقي مجموعة من الغربان سودة مالية المكان، وصوتها بيكون عالي جدا ومزعج كأنها بتصرخ. المشهد ده مش صدفة زي ما ناس كتير فاكرة. الغربان من أذكى الكائنات على كوكب الأرض، مش مجرد طيور بتطير وخلاص. دي كائنات عندها حواس أقوى من الإنسان بكتير، تقدر تحس بتغيرات في الجو قبل ما تحصل، وتسمع ذبذبات إحنا مستحيل نسمعها، وكمان بتحس بالزلزال قبل الزلزال بساعات ويمكن بأيام. يعني ببساطة الغربان ممكن تعرف إن في كارثة جاية قبل ما أي حد ياخد باله. علشان كده في دول كتير قبل الزلزال أو العواصف أو حتى الحرائق، الناس كانت بتلاحظ حاجة غريبة: الغربان يا إما بتختفي فجأة يا إما بتتجمع بأعداد كبيرة جدا في مكان واحد. وده اللي بيخلي المشهد مرعب أكتر، لأنك مش فاهم هي جاية تهرب ولا جاية علشان حاجة تانية. بس التفسير مش علمي بس، في تفسير تاني مرعب أكتر بشوية. الغربان بطبيعتها بتتغذى على الكائنات الميتة، وده معناها إنها بتنجذب لأي مكان فيه موت أو دمار. فلو في كارثة حصلت أو لسه هتحصل، المكان ده بيبقى بالنسبة لها مصدر أكل. وده يفسر ليه أحيانا بنشوفها بتتجمع حوالين أماكن الحوادث أو الكوارث بشكل مخيف. ومن هنا بقى بدأت الأساطير. في ثقافات كتير حوالين العالم الغربان كانت رمز للموت، وكانوا بيعتقدوا إنها رسول بين عالمنا وعالم تاني، وإن ظهورها مش مجرد صدفة، دي علامة على إن في حاجة وحشة جاية. الغريب إن نفس الفكرة دي اتكررت في أكتر من مكان في العالم رغم اختلاف الثقافات. نفس الطائر ونفس السلوك، نفس الربط بينه وبين الكوارث. وده اللي بيخلي الموضوع مريب شوية. وفي الوقت الحالي لما بنشوف فيديوهات لبلاد فيها حروب أو دمار أو حرائق، بنلاحظ إن الغربان موجودة بكثرة. وده مش لأنها بتختار المكان، لكن لأنها بتنجذب لأي بيئة فيها فوضى أو ناس بتموت أو مخلفات. يعني وجودها مرتبط بالنتيجة، لكن ساعات بيبان كأنه مرتبط بالبداية. يعني مثلا في سنة 2011 في اليابان، وقبل ما واحدة من أسوأ الكوارث في التاريخ تحصل، ناس كتير لاحظوا حاجة غريبة جدا: الغربان كانت في كل مكان. مش بس كده، دي كانت بتتصرف بطريقة عمرهم ما شافوها قبل كده. كانت بتصرخ بصوت عالي جدا وتطير بشكل عشوائي وتتجمع بأعداد ضخمة فوق البيوت والشوارع. واحدة من السكان قالت الصوت كان مرعب وكأن فيه إنذار بس محدش فاهم. وفي ناس تانية قالت إن الغربان كانت بتخبط في بعض وتلف حوالين نفسها كأنها تايهة أو حاسة بحاجة غلط. الموضوع فضل كده أيام لحد ما في يوم كل حاجة سكتت فجأة. الغربان اختفت والهدوء كان أغرب من الصوت. وبعدها بساعات الأرض بدأت تهتز. كان زلزال مدمر ضرب اليابان، وبعده كان تسونامي مسح مدن كاملة. وساعتها الناس افتكرت الغربان وافتكروا الصوت والتجمع والتصرفات الغريبة اللي حصلت. وبعد الكارثة اللي حصلت الغربان بدأت ترجع تاني بأعداد أكبر. ومن ساعتها بقى في ناس في اليابان لما تسمع صوت الغربان عالي بشكل غريب بتتوتر جدا وتستنى إن في كارثة جاية. والسؤال بقى، هل فعلا الغربان مجرد كائنات ذكية بتستغل الظروف، ولا هي فعلا بتحس بحاجة احنا مش شايفينها؟ ممكن العلم يفسر جزء، لكن الجزء التاني لسه غامض. وفي كل الأحوال المرة الجاية اللي تسمع فيها صوت غراب أو تشوف سرب كبير بشكل غريب، ما تتجاهلش الموضوع بسهولة. يمكن يكون مجرد طيور عادية، ويمكن يكون في حاجة جاية في الطريق. لو عجبك الفيديو اشترك في القناة وسيب لي لايك، واستنى فيديوهاتي اللي جاي.